إن شاء الله بإذن الله تعالى نلتقي في فجر العيد. أما كل سنة وانتم طيبين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد علينا هذا الشهر الكريم ونحن جميعا في صحة وعافية وسعادة وطاعة وحب في الله. الأستاذ مختار بيعتذر النهاردة، والأخ سمير حير الحديث بداله، وإن شاء الله الأستاذ مختار المرة الجاية يكون موجود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الزكاة من الإسلام، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. طبعا الرجل ده اسمه ضمام ابن ثعلبة. ضمام ابن ثعلبة ده اسمه. ثائر الرأس يعني شعره منكوش، يعني غير مرفه، يعني يبدو انه كان من العامة ومن فقراء العامة. يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، وفي رواية نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. عندك في الهامش؟ ها؟ في وفي يفقه، يعني مش جايب النص كامل يعني. عند ده في المتن عندك انت نسمع وعندك انت في الاصل نسمع، وعندك انت كمان، يبقى لازم انت يكون عندك في الهامش نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. دي رواية زي ما قال هو يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، رواية اخرى. دوي الصوت يعني سمع صوت، سامعين دوي الصوت اللي هو ترديده او رنينه من على بعد. فالراجل جاي من بعيد بيتكلم من بعيد فسامعين صوت، لكن مش فاهمين الراجل ده بيقول ايه. لما هيقرب منهم هيفهموا هو بيقول ايه. حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا في الرواية دي يسأل عن الإسلام، في روايات أخرى يسأل ويقول ماذا فرض الله علي من الصلاة، وهكذا عن الفرائض. ما بيسألش عن الإسلام كإسلام، بيسأل عما فرض عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. إلا أن تطوع، وفي رواية إلا أن تتطوع بتشديد الطه، لأن هي الأصل تتطوع، فأدغم الته في الطه وشدد الطه فبقت تتطوع، أو يحذفها خالص وتبقى تطوع. روايتين ماشيين، إلا أن تطوع أو إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. برضو نفس الحكاية، تطوع أو تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. هنا في رواية والله، في رواية والذي أكرمك لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني هأدي اللي انت قلته بالظبط. صيام رمضان وبس، 5 فرائض وبس، مش هزود، والزكاة اللي انت قلتها ومش هزود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. أفلح إن صدق. الإمام جايب الحديث على أساس أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، بيستدل بالحديث على هذا، على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام.
طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أفلح إن صدق، تبين بهذا الحديث أن الاقتصار على الفرائض فقط دون زيادة ودون نقص ينجي صاحبه. أما الزيادات بقى زي السنن الرواتب وزي التطوع في الصيام، كل الزيادات دي التطوع ده كله يبقى زيادة في الأجر والثواب، لكن لا يعاقب تاركها، لا يعاقب تاركها. لكن مين يضمن دي؟ مين يضمن انه لو ادى الفرائض بس هيأديها بلا تقصير او بلا تفريط؟ تضمنش. فمن فضل الله تبارك وتعالى علينا ان الهم رسوله صلى الله عليه وسلم فسن لنا السنن، لان السنن دي تجبر ما قد يحدث من نقص في الفرائض. يعني الانسان لو حدث منه تقصير او حدث نقص في الفرائض ولو غصب عنه، السنة تجبر هذا النقص، لانه لما يجي الانسان يوم القيامة يسأل عما فرضه الله عليه، بس يسأل عما فرضه الله عليه. فإن حدث في فرائضه تقصير أو نقص جبر ذلك من نوافله، فإذا لم يكن له نوافل أصبح في خطر على طول. لكن لو له نوافل وسنن تقوم تؤخذ من هذه النوافل والسنن لجبر نقص الفرائض، وما بقي من السنن والنوافل زيادة في أجره وثوابه. باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي. لو نلاحظ ان الامام البخاري جايب اتباع الجنائز من الايمان، وده اخر يعني باب في ابواب الايمان، اللي هو الايمان عمل، الايمان قول، الزكاة من الايمان، الصلاة من الايمان، الكلام ده كله، باعتبار ان الجنائز هي اخر حياة البني ادم، يعني اخر ما يختم به ايمانه انه يموت بقى خلاص، ما جنازة يعني. فجايب اتباع الجنائز من الايمان في الاخر على اساس انه هو خلاص اخر حاجة يعني. اتباع الجنائز من الايمان يعني من ضمن الاعمال التي يزيد بها الايمان. انتوا عارفين هو في الاول خالص كان بيتكلم على ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات والصالحات وينقص بالمعاصي. فلما يقول اتباع الجنائز من الايمان يعني يؤجر عليه الانسان، ومما يستكمل به كمال الايمان. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. من اتبع، وفي عندك في الهامش من تبع، لا ما تعملش بدماغك كده. أيوة في هي تقول في الميكروفون. مش سمعتني وانا بنبه المختار ابو سعد؟ مش سمعتني وانا بنبه الاستاذ مختار عشان الناس تفهم ويتاكدوا. من اتبع هو قال في الهامش عنده من تبع، وبالتالي لما اقول في الهامش عنده يبقى عندك انت في الاصل او في الهامش زيه، مش هو ده الهامش اللي عنده هو اللي عندك. لان ليه بنقول كده زي ما نبهنا قبل كده؟ عشان انت هتفاجئ انه قال من اتبع، تلاقي في كتابك انت ايه؟ من تبع، فياما تخطئه هتخطئ نفسك. فلما تلاقيني بقول ده في الهامش تعرف ان اللي عندك صح. من تبع جنازة مسلم ايمانا يعني ايه؟ مش عندك ايمانا يعني ايه؟ يعني ساعات الواحد يتابع الجنازة مكافأة لأهل الميت، يقول لك مشي في جنازة أبوي لازم أمشي في جنازة أبوهم. ده بره الموضوع، ده بره الحساب، ده بره إيه؟ الحساب. أم الوزير ماتت وأنت مدير مكتبه، بتنزل تروح جنازة أم الوزير ليه؟ أحسن هيمسكها لك، يقول لك ما جاش حضر الجنازة، ده ابن لذينه ما بيفوتش، فبتنزل تحضر الجنازة خوفا. فأدي معنى إيمانا، أي ابتغاء ثواب الله، ابتغاء وجه الله فقط، ليس مكافأة لأهل الميت ولا خوفا منهم.
زي ما بيحصل مثلا انك تبص تلاقي صفحة الاهرام كاملة مليانة نعي كذا ونعي كذا ونعي كذا ونعي كذا ونعي كذا عشان المسؤول ماتت او اخو المسؤول مات. كل الموظفين اللي تبعه والشركات اللي تبعه والدنيا كلها عماله ايه؟ تعزي. اول ما يطلع بره ما حدش يحس بيه، ما حدش ايه يحس بيه ولا حتى يعني ينعاه ولا يسأل فيه. فهمنا ولا لسه؟ يبقى اتباع الجنازة هنا ايمانا معناها مش عشان تجامل اهل الميت او تكافئهم على معروف عملوه فيك او انت خايف منهم. من اتبع جنازة من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. هذه معنى ايمانا تصديقا بحديث رسول الله بان له الاجر واحتسابا اي يبتغي الاجر من الله فقط. وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. طبعا هو قال كده حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، يعني رواية بتبص لنا برضه تبص في الهامش عندك. لا مش مكتوب كده، مكتوب بالبناء للمفعول فيها أو للفاعل. طب ما خلاص، طب هي ما تقول برضه تقول بالبناء للمفعول زي ما قلت انا، بالبناء للفاعل زي ما قلت انت. ها انما لما هنقول بالبناء للمفعول ما يفهمهاش اللي معاها الكتاب. حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها عادة بقيراطين من الأجر. كل قيراط مثل أحد، يعني مثل جبل أحد. القيراط مقدار من الثواب لا يعلمه إلا الله. القيراط مقدار من الثواب لا يعلمه إلا الله، بينه بقوله مثل جبل أحد، يعني في الحجم أو في الوزن أو في الثقل. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. يعني اللي هيصلي بس زي ما بنصلي على الجنازات في الجامع هنا صلاة بس، واحنا ما نعرفش مين اللي ميت ده احنا بنصلي عليه، بيبقى لنا قيراط. انما اللي هيمشي وراه لحد ما تدفن يبقى له ايه؟ قيراطين. نعم. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. يعني المؤمن يبقى على وجل، خايف، مش ضامن ان العمل يبقى مقبول، خايف انه يبقى العمل عمل كويس جدا وبعدين يحصل منه حاجة تضيع ثواب العمل او يحبط عمله. احباط العمل معناه تضييعه، هلاكه. وزي ما شرحنا كلمة حبطت الناقة، اكلت استحلت المرعى واكلت حتى انتفخت فماتت. فالحبوط الهلاك. وفي حاجات تحبط العمل، منها مثلا في الصدقات لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. صدقات وصدقات كتير وكبيرة وكويسة ونافعة، لكن أتبعها بمن أو أذى، هذه إحباط. مثلا لما تسمع ربنا سبحانه وتعالى بينبه الصحابة بيقول لهم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما ياخدش باله ما خدش باله تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فدي مصيبة سودة. يعني والله اللي انت عارف انه غلط هتستغفر عنه او هترتدع او هتتوب، لكن انك ما تبقاش عارف وتفاجأ بان العمل حبط، دي بقى الخطورة. دي الخطورة. عشان كده هنا بيقول خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو ايه؟ لا يشعر. زي ما ربنا قال ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فيفاجأ الانسان انه عمال يصلي ويقوم من الليل اتاري في حاجه مضيعه الشغلانه دي. ايه هي؟ مش عارفها. عشان كده قلنا ان القبول فضل من الله، الانسان ما يضمنش القبول. نعم. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. إلا خشيت أن أكون مكذبا لعملي بقولي. يعني عملوا حاجة وقولوا حاجة. ما هو واعظ. إبراهيم التيمي كان من العلماء، كان يعظ ويعلم وينصح،
فبيقول ما عرضت قولي على عملي او عملي على قولي الا خشيت ان اكون مكذبا، اي مكذبا لقولي بعملي او مكذبا لعملي بقولي. يعني عمال يقول للناس اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا، لكن في عمله هو ما بيعملش كل ده، بيقصر، يعني لا يفعل ما يأمر به. فيبقى الله، طب ما انت عمال تقول للناس اعملوا 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 اعملوا، طب وانت ما بتعملش؟ فبيبقى الآن مش معنى كده ان اعترف منه ان قوله بيخالف عمله، لا، ده معناه انه قلق. معناه ايه؟ انه الآن. طبعا انت قلت هنا مكذبا، وفيه رواية مكذبا. مكذبا عندك، طيب مكذبا معناها أن يكذبني الناس. مكذبا يبقى مكذبا لقولي بعملي او مكذبا لعملي بقولي. مكذبا اي الناس لما تشوفني عمال اقول لهم اعملوا 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 اعملوا، ويلاقوا كلامه حاجه وعملوا ايه حاجه تانية، فيبقى مكذب والناس تكذبه. يعني يقول لك اهو بيقول ولكن ما بيعملش، بيأمرنا ولكن ايه لا يأتي او لا يفعل ما امرنا به. نعم. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. تصور بقى الصحابة اللي بشرهم ربنا رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصحابة خايفين، فبيقول أدركت 30 من الصحابة. مش معنى كده أنه بيتكلم عن 30 بس دول كانوا خايفين والباقي مش خايف، لا، ده عايز يقول أنه العدد اللي أدركه من الصحابة 30 واحد ما شافش فيهم واحد إلا وخايف على نفسه من النفاق. الصحابة. طب يبقى احنا امال احنا نقول ايه بقى؟ ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ما فيش حد فيهم يقول ان ايمانه كايمان جبريل وميكائيل، اي الايمان الخالص الذي لا تشوبه شائبه. ما يقدرش يضمنها منين دي؟ دول طبعوا على الايمان، طبعهم الله على ذلك، وبالتالي ايمانهم ما فيش فيه اي شوائب، لان ربنا هو اللي خلق الايمان فيهم وطبعهم عليه. فانما احنا نخاف ان الانسان يخش له شيء من العجب، شيء من الرياء، شيء من اعجابه بعمله او بنفسه، شيء من اطمئنانه لعمله. الحاجات اللي هي الصغيرة قوي دي اللي بتبقى خفية جدا والإنسان ما يشعرش بيها، واللي احنا أشرنا إليها في المحظورات، في كتاب المحظورات سواء في كتاب أو في الشرايط، وأشرنا إليها، واللي من ضمنها الشرك الخفي، واللي من ضمنها اللي قاله ابن عباس: قد يشرك أحدكم كلبه مع الله. قالوا له ازاي وده معقول؟ قال ايوه، يقول لولا الكلب لسرقنا البارح. لولا ان الكلب هو فالحرام يخاف وجري، لو كانش الكلب كنا اتسرقنا. ما شفتها؟ يبقى اذا المانع هنا ايه؟ الكلب، لكن المانع على الحقيقة هو الله. فالانسان يغلط كتير قوي غصب عنه، يغلط غصب عنه. لولا الدواء كان حصل، لولا الدكتور لحق الواد كان كذا، لولا ان انا جبت له الدروس والمدرسين كان كذا، لولا ان انا تنبهت للموضوع الفلاني كانوا نصبوا عليا، لولا ان انا واخد بالي وعندي خبرة كانت باظت العملية. كل ده كلام يقدح في ايه؟ يقدح في الايمان الكامل. فلا احد منهم يزعم انه على ايمان جبريل وميكائيل، لا، كله خايف، كله وجل. وقالوا ايه كمان؟ ويذكر عن الحسن: ايوه، ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. ما خافه إلا مؤمن، أي ما خاف النفاق على نفسه إلا المؤمن، وما أمن النفاق على نفسه إلا المنافق. زي المجنون مثلا، هو يفتكر أنه أعلى واحد في الدنيا، ما فيش واحد مجنون يقول على نفسه مجنون. فكذلك المنافق آمن على نفسه من النفاق لأنه منافق، لكن المؤمن هو اللي بيخاف. في تفسير بيقولوا كده: ما خافه أي خاف النفاق، الضمير للنفاق، إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق، الضمير للنفاق. في ناس بتقول الضمير قد يكون لله تعالى، ما خافه أي ما خاف الله تعالى إلا مؤمن، وما أمنه أي أمن الله، أمن عقابه، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
في رأي كده وفي رأي ايه كده، لكن الرأي الاولاني ارجح، لان الكلام عن ايه؟ عن النفاق، عن النفاق. نعم. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. انت قلت وما يحذر من الاصرار على النفاق، وفي ناس عندها من الاصرار على القتال. على التقاتل عندي. ايوه، على التقاتل، على التقاتل او على النفاق. يبدو انه التقاتل هي الرواية الارجح، يبدو هذا، لان الحديث اللي جاي هيبين العنوان، التقاتل ولا النفاق، اي الروايتين ارجح. نشوف كده. لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يصروا على ما فعلوا، اي يصروا على المعاصي وهم يعلمون. يعلمون يعني عالمين بتحريمها، عالمين بانهم واقعين في الخطأ وما الى ذلك، يعني مصر. عالم بالتحريم، ما هو ممكن يبقى مرتكب المعصية ومش عارف انها حرام مثلا، ها؟ لكن كونه بعرف انها حرام ويصر على فعلها، اهو ده الكلام. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: المرجئة، المرجئة طائفة من الطوائف، اهل السنة يعني عارضوهم واخرجوهم بره الجماعة. المرجئة من الارجاء، والارجاء اي ارجأوا الاعمال عن الايمان، ارجأوا الاعمال عن الايمان، يعني قالوا الايمان حاجة والعمل ايه حاجة، وقالوا ان مرتكب الكبيرة غير فاسق، مرتكب الكبيرة غير فاسق. اهل السنة قالوا ان الايمان قول وعمل، الاثنين مع بعض، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان، هو ده الايمان. وامنوا وعملوا الصالحات على طول كده، وقالوا ان العمل يزود الايمان، الايمان يزيد وينقص، وقالوا ان الايمان عمل، ولذلك الاحاديث اللي فاتت والابواب كلها عمال يتكلم عن ان الصلاه من الايمان والزكاه من الإيمان. يعني الايمان ايه؟ عمل، مش مجرد كلام، وان الايمان يزيد وينقص. المرجئه ما بيقولوش الكلام ده، المرجئه بيقولوا الايمان حاجه والاعمال حاجه تانية، والكبائر ما لا تفسق. ف دول مفرطين. المفرطين بقى يعني دول في التفريط، في الافراط بقى بيقولوا الكبيره تكفر صاحبها. ودي فئه اخرى معتزله، قالوا ان الكبيره تكفر مرتكبها، يعني اذا زنى المؤمن كفر، اذا شرب الخمر كفر، مش ايمانه ينقص او يبقى مرتكب كبيره يعني فاسق. اهل السنه بيقولوا مرتكبوا الكبائر فسق، يعني واحد مثلا شرب خمر، المرجئه يقول لك ولا تاثر، ما فيجراش حاجه، ما دام مؤمن، ما يعني استحالوا المسائل دي تبقى مسائل بسيطه، مش حدوته يعني، مش مشكله. الناس التانيين قال لك المؤمن اذا شرب الخمره يبقى كفر. اهل السنه قالوا اذا شرب الخمر مستحلا لها منكرا لتحريمها كفر، لانه انكر معلوم من الدين بالضروره. اما ان شربها عالما بتحريمها فهو عاصي، مؤمن عاصي او مؤمن فاسق. ادي اللي هم اخذوا الوسطيه اهل السنه. فبيقول بقى ان انا بساله عن قول المرجئه، اللي هو ان الكبائر تعمل ايه؟ الكبائر ملهاش علاقه بالايمان، والايمان حاجه والاعمال حاجه تانية. ارجأوا الاعمال يعني اخروها عن الايمان، فصلوا بين العمل وبين ايه؟ الايمان. فبيسالوا ايه رايك في كلام الجماعه دول؟ شوفوا يردوا، يقول له ايه بقى؟ فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. شوف خلاص رد اهو.
سباب المسلم فسوق، مش كفر بقى. يبقى اللي قالوا ان الغلطة تكفر ما قالهاش النبي صلى الله عليه وسلم، واللي قالوا ان الاخطاء والكبائر ما تفسقش غلطانين اهو. شتمه يعني سباب المسلم فسوق، خلاص ده قول النبي صلى الله عليه وسلم منتهين، هو ده السنة، هم دول اهل السنة. وقتاله كفر، القتال هنا الكفر هنا مقصود به زي ما قلنا اذا كان القتال مختلف، وشرحناها في اواخر البخاري لما قلنا انه اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وقال كمان مؤمنين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال انه سماهم المؤمنين، يعني العبرة هنا بالنية. فالمقصود بقتاله كفر اي قتله مستحلا لقتله دون مبرر، دون مبرر ودون تأويل. نعم. أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر. طبعا قبل ما نخش في الحديث ده، هناك بقى كان بيقول ايه في العنوان؟ في العنوان اختلفنا، رواية بتقول ايه؟ النفاق، ورواية بتقول ايه؟ التقاتل، مش ولم يصروا على ما فعلوا، ها؟ وأن ايه العنوان؟ ايه اقرا العنوان. ولا يصيان من غير توبة. ايوه، ايه كمان؟ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. لا، وبعدين كلمة اللي صلحها. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة. وبعدين لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بس بعد كده الحديث بقى. هو عنده على النفاق، أنا عندي على النفاق، وفي الهامش التقاتل. ايوه، مش قلنا ان احنا هنشوف الحديث يرجح انهي رواية؟ بيرجح التقاتل بس عشان ما نفوتوش، بيرجح التقاتل بقى. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يبقى ده ملوش علاقة بالنفاق بقى، يبقى رواية التقاتل ارجح. وضحت؟ نعم. أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هات من أول باب بقى اللي احنا قطعناه ده. أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين. طبعا خرج يخبر بليلة القدر، الكلام ده كان في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة يتحراها، فيقوم في العشر الأوائل. فقال له جبريل جاء قال اللي انت عاوزه قدامك لسه. فاعتكف في العشر الأواسط، فقال له اللي انت عاوزه قدامك، فاعتكف في العشر الأواخر. فلما كان معتكفا في العشر الأواخر يبدو أنه جبريل جاء يخبره بليلة القدر في موعدها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بليلة القدر حتى يتحروها. فتلاحى رجلان، تلاحى اتخانقوا، تلاحى رجلان. الملاحاة الخناق والأخذ والعطاء بالكلام، أو كل رجل يأخذ بلحية أخيه. فتلاحى الرجلان دول عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي وكعب بن مالك. كعب بن مالك له فلوس عند عبد الله بن أبي حضرد، بيقول له هات اللي عليك. قال له انت استنى عليا، اصبر عليا شويه، انا هصبر عليك لحد امتى؟ اصواتهما ارتفعت. وكعب بن مالك من كبار واجله الصحابه ممن شهدوا العقبه في البيعه بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجره الانصار. وكعب بن مالك كان احد شعراء ثلاثه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحه وكعب بن مالك. وكعب بن مالك صاحب الحديث الشهير بتاع سورة براءة، وأحد الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ونزلت التوبة بتاعته
في القرآن تاب الله عليه في القرآن. فكعب بن مالك شيء كبير قوي، وكذلك عبد الله بن ابي حضرة شيء كبير. يعني عايز اقول هم من الخواص وليسوا من العامة، هم من الخاصة وليسوا من العامة. فلما اتخانقوا في المسجد وصوتهم ارتفع حصل ايه بقى؟ فتلاحى رجلان بالمسجد فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. وعسى أن يكون خيرا لكم، المفسرين قالوا وعسى أن يكون خيرا لكم، ولكن بيانها الزيادة في الخير، يعني أخير. يعني هو عسى أن يكون خيرا إنها رفعت، لكن لو كانتش رفعت كان يبقى أكثر وأزيد في الخير. يقولون ذلك والله تبارك وتعالى أعلم، لكن لابد يكون كده لأنه دي عقوبة. يكون يخرج يخبر وبعدين ترفع، يبقى لازم اللي كان الإخبار أفضل، لازم. لما حصلت الخناقة رفعت، مش معقول يكون الأدنى هو اللي كان هيحصل. فلما اتخانقوا وارتفعت أصواتهم في المسجد نزل الذي هو خير. مش ما تجيش، ما تركبش، مش كده؟ عشان كده قالوا عسى أن يكون خيرا، لكن بيانها ومعرفتها أكثر وأزيد في الخير. نعم. التمسوها في 7 و9 و5. في 7 و9 و5. في يمكن في روايات في 9 و7 و5 بالعكس، يعني ليلة 25 ليلة 27 ليلة ايه 29. باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. شفت بقى؟ زي ما كل الأعمال ايه؟ يبقى الإيمان قول وعمل، جعل كل ذلك دينا. يعني الصلاة دين، الصلاة إيمان، والزكاة من الإيمان، والصلاة من وهكذا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال. بارزا يوما للناس يعني قاعد في المسجد، مش معتكف، مش في خلوته أو في خلوة. بارزا للناس يعني ظاهرا لهم، قاعد معاهم في المسجد. في روايات بقى فجاء رجل فسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، أو السلام عليك يا محمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنو، فدنا، ثم قال أدنو، ثم دنا، ثم قال أدنو. روايات مختلفة. هنا جاي على طول إن جه جبريل. نعم. فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ طبعا في عندك السلام عليك يا رسول الله، فقال: السلام عليك يا محمد. نعم. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله. أن تؤمن بالله، الإيمان بالله أي التصديق بوجوده وبصفاته الواجبة له. ده هو الإيمان، ده الحد بتاعه. يعني كحد احنا قلنا الإيمان الإذعان ايه بالباطن، والإسلام الانقياد الظاهري. الإسلام الانقياد الظاهري، الإيمان الإذعان الباطني. ده تعريف الإذعان الباطني. هذا الإذعان الباطني ده تعريف. ما حده؟ حده ايه يعني؟ حد الإيمان هو أن تؤمن بالله زي ما قال، أي أن تصدق بوجوده عز وجل وبصفاته الواجبة له. هو ده الإيمان. أول حاجة تصدق بوجوده إن في إله، في الله، ثم تصدق بالصفات الواجبة. إيه هي الصفات الواجبة بقى؟ الوحدانية، لازم يبقى واحد. الحياة، لازم يبقى حي.
القدرة لازم يبقى قادر، العلم لازم يبقى عالم، السمع، البصر، الكلام، الصفات الايه؟ الواجب. ادي معنى الايمان، ان تصدق بوجود الله عز وجل وبصفاته الواجبة له. اما الايمان بالملائكة فهو ان تصدق بوجود الملائكة وانها مخلوقات واجسام نورانية علوية تستطيع ان تتشكل في اشكال مختلفة، وانهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وانهم عباد مكرمون. ادي ان تؤمن بالملائكة اي تصدق بوجود الملائكة، والتي هي مخلوقات جسمانية نورانية علوية، عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. وان تؤمن بلقاء الله، بالحساب بقى، والبعث اي النشور اي الحياة بعد الموت، القيام يوم الساعة يوم القيامة. نعم. وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة. طبعا اما قال الزكاة المفروضة قيدها عشان يخصها ويبعدها عن الزكاة بمفهومها العام اللي هي صدقات التطوع. الزكاة المفروضة دي اركان الاسلام بقى. وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طبعا هنا ما جاش الحج، مش كده برضو؟ ما جاش الحج، ما كانش لسه فرض. نعم. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. قال متى الساعة في روايات فلم يجبه ثلاثا، ثم رفع رأسه فقال ما المسؤول عنها بأعلم بها أو بأعلم من السائل. هنا على طول قال ما المسؤول عنها بأعلم، البه هنا لتأكيد النفي، لتأكيد النفي. نفي ايه؟ مش نفي العلم بيها، وما هيش المساواة في العلم بيها، مقصود المساواة في العلم بيها او نفي العلم، نفي العلم بوقتها. ما المسؤول بأعلم بها هنا معناها انه بيساوي في نفي العلم عنه وعن جبريل. العلم نحن كلنا يعلم بالساعة ويصدق بها، انما النفي مقصود نفي ايه؟ نفي العلم بوقتها. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها. أشراط جمع ايه؟ لا، جمع ايه؟ شرط. جمع شرط. جمع ايه؟ شرط. ومنها الشرطة. الشرطة اللي بيحطوا عشان بيحطوا حاجات تعلمهم كده ان احنا نعرف ان دول ايه. كده. ادي الاشراط. يعني علامة. اشراطها يعني علاماتها. جمع شرط او شرط. شرط يعني علامة، شرط يعني علامة. انما الشرط جمعه ايه؟ شروط. جمع شرط شروط. نعم. إذا ولدت الأمة ربها. ربها وعندك ربتها بعض الناس. إذا ولدت الأمة ربها سيدها، الأمة ربتها سيدتها. شيء غريب قوي العلامة دي محدش عارفها، وأنا أعتقد إن الكلام هنا كناية عن حاجة تانية خالص، أو هو مجاز عن اختلال الأمور. اختلال الأمور وعدم معرفة الناس بالحلال والحرام، يبدو هذا. لأنه الأمة ربتها قالوا إيه؟ قالوا الأمة ملك اليمين، ربها زي ما قال سيدها،
وفي بعض الروايات زوجها، مش هنا، مش في البخاري، في روايات في كتب اخرى زوجها، بعض الروايات سيدها. يعني فقالوا انه ام الولد يمنع بيعها، يعني لو انسان عنده امه وحبلت ما تتباعش خلاص، حامل، ها. فطبعا الحامل دي هتولد، مادام ولدت يبقى امهات الاولاد يمنع ايه؟ بيعهن. فقالوا الناس ما تعرفش الحكايه دي فتغلط، فيحدث التفريط فيبيعوا امهات الاولاد، فلما تتباع تتنقل من ايد لايد 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 لايد، يجي وقت ايه؟ يقوم ابنها يشتريها وهو لا يعلم انها امه. ادي. والروايات التانية قالوا تروح من ايد لايد لايد وبعدين يجي ابنها يشتريها وما يعرفش انها امه، فتبقى ملك يمينه او يتجوزها. فطبعا الامهات الاولاد والرق والحاجات دي انتهى من زمان، من زمان انتهى، ما بقاش فيه رق دلوقتي. فهل يا ترى من اشراط الساعة انه في اخر الزمان بقى يبتدي الرق يعود، وبعدين الناس ما تفهمش احكام الرق وما تفهمش ان اللي تحبل دي وتبقى امهات الولاد يمنع بيعها فيبيعوا ويحصل اللغوصه دي كلها؟ احتمال، ويبقى الكلام على اصله والظاهر مراد، يعني ظاهر الكلام مراد. ولا زي ما قال بعض الناس انه معنى هذا ايه؟ ان تلد الامة ربتها، ان ده امر ما يحصلش ابدا، ما يحصلش ابدا ان الام تولد ستها، ها، تولد المالكه والسيده، ازاي تيجي ازاي دي؟ ما تحصلش. يبقى اذا الكلام مقصوده انه اختلال الامور، اللي فوق يبقى تحت واللي تحت يبقى فوق، تتلغوص المسائل وتتلخبط وتختلط الامور وتختل المعايير وتختلط المسائل ولا يعرف الحلال من حرام. يبقى ده المقصود بالعلامه دي، خصوصا العلامه اللي وراها. شوف بيقول ايه بقى: واذا تطاول رعاة الابل البهم في البنيان. البهم جمع ابهم، والابهم الذي لا شيء فيه، ما فيهوش علامه، ده الابهم. او البهم جمع البهيم، البهيم المجهول، البهيم المجهول. وانا اعتقد ان البهم هنا جمع بهيم يمكن اوقع، وان كان المعنى واحد، لانه البهيم بمعنى جمع الابهم، الابهم لا شيء، ما فيهوش علامه، يعني ما فيش حاجه تعلمه، يعني ما هوش متميز في شيء، ما هوش متميز في شيء، ما هوش ابن حسب ونسب، ما هوش ابن الاغنياء والكبراء، هذه او البهيم يعني المجهول، المجهول اللي ما تعرفوش ده منين، ده طلع منين، ده اب بقى ايه، بقى حاجه. ان يتطاول ايه بقى؟ الرعاه، رعاة الابل البهم في البنيان، اللي هم يعني ما لهمش حاجه، ده راعي ابل، راعي يعني حتى مش مالك، مش عنده ابل وعنده، ده هو نفسه راعي ابل، هو نفسه راعي ابل، مجهول، بهيم في البنيان. بيبنوا بقى العمارات والابراج والبتاع والكلام من ده كله، دي من ضمن علامات الساعه، دي من ضمن علامات ايه؟ الساعه. فلو خدت دي مع اللي قبلها مش عارف، لو قلنا اللي قبلها هتبقى على واقع ويبقى فيه ايماء ويبقى فيه عبيد ويرجع الرق من اول وجديد، ما يمشيش مع التطور في البنيان، لان التطور في البنيان يعني يمشي مع العلم، يمشي مع التمدن بقى والتقدم والمش عارف ايه والكلام اللي هم بيقولوا ده. فيبدو والله اعلم ان الراي اللي بيقول ان تلد الامه ربها مقصوده اختلال الامور واختلاط الحلال بالحرام وجهل الناس بما شرع وما فرض عليهم وما الى ذلك، ده الراي ده يمكن يكون اقرب، والله اعلم طبعا بمراد رسوله. ادي التطور في البنيان طبعا، ده الكلام ده بنشوفه دلوقتي في جميع البلاد العربيه، ما شاء الله ربنا فتح عليهم. دول اصلا كانوا ايه؟ رعاة ابل. تروح تبص في جده مركز مش عارف ايه التجاري، مركز ايه التجاري، سوق مش عارف ايه وسوق ايه وسوق ايه ومراكز. جده اللي ما كانش فيها دكان او محل او قهوه حتى تقول عليها، ما كانش فيها شارع مسفلت. ميناء جده كان رصيف واحد خشب،
والمراكب تقف بره والناس تيجي في الفلايك. يعني جدة كانت لا تصل الى مستوى مثلا راس البر او دمياط او العريش او يعني حاجة انا شفتها. فجدة النهاردة لما تروح تشوف مراكز تجارية وشوارع وحاجات وبنيان وعمارات شيء غريب. مش جدة بس، الرياض، البلاد السعودية عموما يعني. مثلا تروح دبي، قطر، الدوحة، البحرين، ابو ظبي، عمان. تروح البلاد دي اللي هي طبعا في زمان ما كانش فيها غير رعي بس، رعاة ابل يعني. تشوف المباني اللي طالعة شيء مذهل. فهل هو ده المقصود ان يتطاول رعاة الابل البهم في البنيان؟ هل ده المقصود اللي احنا شايفينه ده؟ احتمال، احتمال. لكن هي علامات ربما احنا مش فاهمينها لان لسه الساعة ما جاش ميعادها بالنسبة لنا. ربما اللي هيجي بعد كده وهيقرا الحديث وقد جاءت الاشراط في ميعادها يقول اهو شوف الحديث اهو، ويبقى واضح جدا وضوح الشمس. يعني في احاديث كتير ما كانتش واضحة للي رواها حتى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نضر الله رجلا سمع مني مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. فربما مبلغ ليس بفقيه، او رب حامل فقه ليس بفقيه. وقال رب مبلغ اوعى لها من سامع. يعني انت تبلغ وبس ان كلام مش ليك ما انتش فاهمه، لكن اللي انت هتبلغه هيفهم. ليه؟ اوانه جه، اوانه جه. شوف ازاي. نعم. في 5 لا يعلمهن الا الله. اللي هو بقى علم الساعة بقى، اللي هو وقتها. بيقولوا ما مسؤول بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها كذا وكذا. وفي 5، أي علم وقت الساعة، علم وقت الساعة أو وقت القيامة في 5 أمور لا يعلمهن إلا الله. وحير بقى الآية إن الله عنده. نعم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية، ثم أدبر فقال ردوه. ثم أدبر، مش بقى السائل ده الراجل اللي بيسأل ده، فقال ردوه، هاتون دهوله. فلم يروا شيئا. أما شوف، لا أثر ولا عين. لم يروا عينه ولا أثره، يعني لا عين له ولا أثر. نعم. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. جبريل يعلم الناس دينهم. يبقى زي الباب ما قال في الأول إن وسمى كل ذلك دينا، يعني من الدين. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. هنشوف ازاي. نعم. باب حدثنا إبراهيم بن حمزة. هنقف على الباب ده بقى نستكمل.